يا مرحبا الشباب. شوفوا الحركة هذه اللي يسويها الحين. شوفوا الهزهزة. شوفوا الهزهزة. تشوفون الهزهزة هذه ترى طبيعية جدا إذا شفتها في الكوكر، لا تحسبوا مريض، ترى يبي أكل بس. شيء الثاني الطير، جينا نسوي له خدمات، قال لي مطوع دائم اسهال. الاسهال يا حبيبي انك تعطيه انت فواكه. الفواكه ترى هذا ياكل فواكه وياكل حبوب وياكل فصفص حب شمسي الصغير حق الروز وحق الفشر وحق الكروان، اعطيه. فهذا اهم شيء. والحركه هذه طبيعيه بالفروخ الى 3 إلى 4 شهور. شوف ما شاء الله يبغى غر، وما شاء الله طبعا هو ياكل واموره طيبه، ما شاء الله اموره طيبه. بس اهم شيء يا اخواني خصوصا الفروخ بوقت البرد لا يجيهم هواء، درجة حرارة يتحملون لكن لا يجيهم هواء. الهواء قاتل، البرودة، ولا تحطونهم عند دفاي مرة تلزقونه. خلي درجة الحرارة من 22 إلى 25. شوفوا الحين شوفوا شو يسوي. شوفون الهزهزة. أكيد أنتم حقين كوكر أنتم عارفين، ما يحتاج، أنا ما أتكلم معكم، أنا أتكلم اللي ما يعرف الحركة هذه. إذا أخذت فروخ الكوكر يسوي بالحركة هذه. شفتوا هذه الحركة؟ ترى طبيعية مرة، لا تحس منه مريض ولا شيء، ما في إلا العافية بس يضرب غر. شوفوا يا إخواني دايم يا إنك تجيب واقي برد يا إنك لازم لا جيت تطلع لا تجي كذا. هذا الرجال جاي يسوي له خدمات وجايبه كذا، قلت تبيه يمرض ما يصلح كذا. الحين نغطيه ونخليه هذا من فوق مفتوح عشان ما يدخل فيه هواء. شوفوا ها، لا وفرخ على طول يجيب العيد. طبعا يا اخواني هذا مو بغذاء الاساسي، غذاء الاساسي هذا غذاء الاساسي اللي يعني اللي يعتبر الرز اليومي حقه.